السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، أخصائي علاج الجذور والتجميل، وده مركز ماس لطب الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ سؤال تاني بيجي لنا دايما في العيادة، هنرد عليه النهاردة. هو يا دكتور أنا عايز أنظف وعايز أبيض، إيه الفرق ما بين التنظيف وإيه الفرق ما بين التبييض؟ التنظيف والتلميع دول حاجة، والتبييض ده حاجة تانية خالص. التنظيف والتلميع، التنظيف هو إن أنا بشيل الجير المتراكم بين السنان، بشيل الجير اللي تحت اللثة، وبنظف السنان من أي حاجة ماسكة فيها زي الجير. طيب التلميع ان انا بشيل التصبغات السوداء اللي موجوده او متراكمه على السنان نتيجه اي حاجه ملونه بتخش الفم زي الشاي، القهوه، السجاير وخلافه، واخليها بتلمع. طيب التبييض بقى، التبييض ده بروسيس تانية خالص، بتخليني انقل لون السنان نفسها من لون اصفر الى لون ابيض، او لو هي كانت بيضة اصلا فانا بخليها من البياض بتاعها الى اكثر بياضا، بخليها اكثر بياض. هو ده التبييض. لكن التلميع والتنظيف دول بيتعاملوا غالبا مع بعض، ودول بس ان انا بنظف السنان، بشيل الجير اللي عليها، بشيل التصبغات اللي عليها. التبييض هي ان انا بنقل السنان للون اكثر بياضا، وبتبقى فاتحه اكتر او بيضة اكتر. ده الفرق ما بين التلميع وفرق ما بين التبييض. فدي بروسيس ودي بروسيس تانية خالص، مختلفين عن بعض خالص، والنتيجة فيهم مختلفة عن بعض خالص. ده كان سؤال تاني بنرد عليه في السلسلة دي. لسه في أسئلة كتيرة جاية، استنوها في الفيديوز الجاية. ولو عندك أي أسئلة تانية سيبها لي في الكومنتس وهرد عليها بإذن الله. يلا سلام.